نشكر اللاعبية على الروح الانتصارية الكبيرة اللي لعبوا بها اليوم، خاطر سيريتي با فاسيل الحقيقة. شفتوا حتى تغييرات صارت على مستوى معناها التشكيلة في الشوط الأول، لأنه براتيكمون نحن من المباراة الأخرى وصلنا يوم الاثنين للقسنطين. دونك معناها في سيكل كور عملنا فواياج طويلة، وصلنا يوم الاثنين ما تمرناش، يوم ثلاثة عملنا استرجاع، يوم الأربعاء حصة خفيفة لافون في، والبارح حصة، واليوم لعبنا مباراة. دونك حاولنا ندخلوا الملاعبية الأكثر فري واللي ما لعبوش معناها المدة الأخرى، حبينا ندخلوا معناها الجهاد اللي باش يعطينا لامباكت فيزيك، خاطر نعرفوا فريق ستيف جاي هنا باش يلعب جو ديريكت ولوج دوزيام بال، وهذاك اللي صار بريمير ميتون خلق لنا برشا مشاكل. دخلناش مليح في المباراة لأنه ما عرفناش نتحكموا في اللعب نتاعنا، ما عرفناش كيفاش نكونتروليو سيرتو معناها الدوزيام بال اللي خسرنا برشا دوزيام بال. الشوط الثاني اون ريكتيفي لو تير الحقيقة، حتى قبل دخول معناها الغول والذيب اللي عملوا معناها شوط ثاني كبير برشا، كنا افضل في الشوط الثاني وخلقنا فرصتين عن طريق الشيخي، كنا قراب معناها لتسجيل الهدف. من بعد شوط التغييرات قمنا بهم في وقتهم، لانه نعرفوا فما مخزون بدني بالنسبه لبعض اللاعبين ما نجموش يكملوا في ارضيه ميدان اللي صعيبه كيما ارضيه ميدان اليوم. كيف بالنسبه للذيب لازمنا نعرفوا الوقت اللي ندخلوه فيه، لانه بالنسبه لنا نحن عنده مده بعيده عن الميدان والاصابه نتاعو خايفين، دونك نعرفوا كيفاش نستغلوا اللاعب هذا والفريشور فيزيك نتاعو اللي نتاع 20 30 مينوت، لازمنا نعرفوا كيفاش نستغلوه. الحمد لله زوز اللاعبيه كانوا في المستوى، قدموا الاضافه بالنسبه لنا احنا، لكن الكل معناها الانتصار هذا يرجع للجروب الكل، الروح الكبيره اللي لعبوا بها، سورتو ديتيرميناسيون الكبيره اللي كانت مالغري اللي ما دخلناش بريمير ميتون، لكن كنا في بعض الاحيان معناها اكثر اصرار من المنافس على الانتصار. جوستومون كما قلت ساعة قبل كل شيء معناها حالة التعب اللي كانت موجودة بعد الرحلة الأخرانية، حاولت معناها نعطي راحة نرتاح بعض اللاعبين، واللاعبين هذوما حبيت ندخلهم شوي بشوي في المنافسة، لأنه شفنا معناها القناوي دخل في مبارتين وقدم أداء محترم جدا وقدم الإضافة، قلنا نعطيه طون جو أكثر من بداية المباراة باش ينجم أمور يدخل شوية في المنافسة. مالوريزمون اليوم ماتش تعرف سيت جوار تكنيك في أجواء كيما نتاع اليوم في أرضية ميدان معناها صعيبة مع ادفرسير اللي صعب علينا المباراة في الشوط الأول بالجو ديريكت، وكانت فما برشا معناها دويل في الماتش، لكن مالغريتو هو وجهاد نتصور معناها قدموا اللي عليهم في الشوط الأول. الشوط الثاني كما قلت لك معناها دخلنا كنا إصرار، خاطر قلنا ما بدناش نساوموا في ميداننا، لازمنا نعملوا كل شيء باش نخرجوا بنقاط الفوز، حاولنا نستغلوا معناها الأطراف خاصة معناها الشارع اليمين تاع المنافس، على ذاك خلقنا التفوق العددي هناك. وقت اللي رجعنا معناها عزيز عطينا حريه اكثر للشيخي باش يطلع، وطلبنا معناها من ذيب باش يكون تروازيام جوار اللي يلعب معناها اونتر ليني باش يخلق معناها الديكالاج ويعطي الباس الاخرى اللي صار هذاك اللي صار في اخر المباراه. الحمد لله كما قلت لك هذوما ملاعبيه جايين تو لازم نصبروا عليهم، ويلزمنا بشوي بشوي ندخلوهم في اجواء المباراه باش نلقاهم في المباراه الهامه تنتظر فيهم. انا من اول ما جيت كما قلت للملاعبيه الهدف نتاعي سنحسن مجموعه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، اهم شيء بالنسبه لي انا نشوف فريق قاعد يتحسن المباراه الاخرى، نحب نشوف فريق تنافسي يلعب على ارضيه ميدان وكما يلعب البرا ما يساومش. اكيد بالنسبه لنا ندربوا في فريق كبير ان شاء الله معناها نعملوا كل شيء باش نخلطوا البوديوم. عندنا مسابقه الكاس اللي معناها نعملوا بها عليها برشا، وعلى ذاك كما حتى تشريك اللاعبين قاعدين يشاركوا فيها، اللي عندنا مباراه تنتظر فينا هامه هي مباراه الكاس، ماذا بينا الملاعبيه هذم يوصلوا معناها للمباريات الحاسمه ويكونوا في افضل حالاتهم بدنيا. دونك بالنسبه لنا احنا باش نحاولوا معناها نمشيو لبعيد في البطوله، وعلاش نعملوا بوديوم، ومسابقه الكاس معناها ان شاء الله تكون السنه معناها نمشيو لبعيد ونفوزوا بها. والجمهور اليوم اللي كان واقف معنا 90 دقيقه الحقيقه، ونعرف قيمه جماهير قسنطينه كي نلعبوا دوميسيل، دونك بالنسبه لي انا الجماهير هي اللاعب رقم واحد مش اللاعب رقم 12. ان شاء الله نلقاهم في المواعيد القادمه بكثافه ويصبروا علينا، لانه الفريق نتاعنا قاعد يتحسن، لكن فما انتدابات اللي مازالت بعيده على المستوى البدني، لازم شويه صبر، لازمنا نشجعوا الفريق ولازمنا نقفوا مع الفريق في الفتره هذه، وان شاء الله بقدره ربي في المكان الخير. والله نحن متعودين نلعبوا في رمضان، هنا اوروزمون باش نلعبوا مباريات نتاعنا في الليل، دونك حتى لي زونترينمون نتاعنا باش نغيروهم باش نشوفوا ملاعب اللي نجموا نتمرنوا في الليل، لكن باش نحضروا اكيد هو شهر معناها الصيام وشهر العباده، لكن بالنسبه لنا احنا لازمنا نحضروا معناها المباريات نتاعنا الكل بنفس ليتا ديسبري بنفس الروح، ونحاولوا معناها نقعدوا معناها كونسونطري باش نجموا نتعداو معناها الفتره هذه 5 مباريات في شهر رمضان، وفيها معناها مباريات كاس اللي بالنسبه لنا احنا تعتبر مباراه مهمه جدا، ان شاء الله نكونوا حاضرين 100% باش نكملوا في نفس معناها السيكل هذا البوزيتيف. يعطيك الصحه. معناها السؤال بالنسبه للمداحي مازالت وضعيته معناها الاسترجاع نتاعو مازال بعيد، اللاعب مازال معناها عامل جبيره، دونك مازال ما دخلش حتى الميدان. بالنسبه لبركان بعد الاصابه طويله كمل فتره معناها فما فتره نتاع الريدوكاسيون اللي عملها مع ستاف ميديكال، تو دخل في الفتره نتاع الرياتيتيزاسيون مع البريباراتور فيزيك والستاف معناها نتاعنا ندخلوا فيه بشوي بشوي، دونك ما نحبوش نزلوا بالنسبه لبركان،
بالنسبه للطاهر كيف بالنسبه لي انا طاهر كي جيت اول ما جيت لقسنطينه انا طاهر مصاب، عمل له اسبوع مرتاح ومن بعد رجع لعب ماتش لمسيه عاود تضرب. دونك ما نحب ناخذ ريسك في حتى ملاعبي، ما ندخل ملاعبي للتيران. اول شيء لما يكون حاضر بدنيا، الملاعبي لازم يكون موجود مع الفريق، لازم يكون حاضر بدنيا. حاجه اخرى لازمنا نتاكدوا اللاعب هذا ما يعاودش ينصاب مره اخرى، لانه ماناش مستعدين في فتره حساسه كيما هذه نخسروا اللاعبين نتاعنا. مازال نحن باش نشوفوا اللاعبين عندنا تو بالنسبه لنا، لانه الامور نتاعنا ما نجموش. اليوم الذيب خيرت ما نلعبوش في المباراه الاخرى، تعرف تيران تارتون، وقلت ما ناخذش ريسك، وملاعبي جا راجع من بعيد ما نحبش نضر، نستحفظ عليه. واليوم عطيته طون جو وقلت راك باش تدخل 30 مينوت 25 مينوت، هذاك الماكس اللي تنجم تبدا به. دونك بالنسبه لي انا نحب نجيري الجروب انتيليجامون، وما نحبش نخسر ملاعبي لاني زربت وخذيت وقت معناها اقل من الوقت اللي يسحقوا الملاعبي. الى في لا ديفيرونس بالنسبه لي انا، كل ملاعبي يلزم يخرج من الزون دو كونفور نتاعو. المنافسه ترفع المستوى نتاع المجموعه وترفع المستوى نتاع اللاعبين على المستوى الفردي. دونك بالنسبه لي انا كل ملاعبي يلزم يضرب على بلاصته. حاجه اخرى نحن ما نسميهمش دي رومبلاسون، نسميهم لاعبيه تبدا ولاعبيه تكمل. في المباريات الاخرى الكل في قسنطينه تو المباريات الاخرى لقينا الملاعبيه اللي دخلوا عملوا لا ديفيرونس، وهذاك شنو مطلوب بالنسبه لنا احنا في فريق كبير. يلزم الناس الكل تضرب على بلاصه، الناس الكل تخدم بنفس ليتا ديسبري اللي يلعب من الاول واللي يكمل. واليوم ظهر لي اكبر دليل معناها دخول الغول، شفتوا معناها ليتا ديسبري دخل بها وعمل معناها الفارق حتى على المستوى البدني. اليوم عمل مجهودات كبيره ما شفناهم في المباريات الاخرى. يعطيكم الصحه.